قصة الفيلم تدور على مجموعة جواسيس تابعين من وحدة اسمها 5446. هذول من كوريا الشمالية، تدربوا وهم صغار بواسطة قوات خاصة كان هدفهم يوحدون الكوريتيين. وبعد ما خلصوا تدريبهم دزوهم الكوريا الجنوبية، كل واحد لبس شخصية مختلفة وعاش بين الناس بشكل طبيعي، هم ينتظرون أوامر من قيادتهم. واحد من هذول الجواسيس اسمه ريو، هذا بالحقيقة مقاتل قوي وخبير بالفنون القتالية، بس بكوريا الجنوبية متخفي بشخصية واحد غبي وساذج اسمه دونغ. عاش بقرية بسيطة، صار لأكثر من سنتين يراقب أهل القرية لصالح كوريا الشمالية، ويتحمل إهانة الأطفال والمشاكل حتى يحافظ على التخفي مالته. يشتغل بمحل بقالة مال عجوز اسمه سونين، يعيش ويا بنته دو، بس بمرور الوقت يحب بنية من المنطقة اسمها يون، بس أخوها دائما يتنمر عليه وضربه. وهناك بنية ثانية اسمها ران انتقلت للمنطقة من 3 أشهر، معروفة بلبسها الجريد. هو يحاول دائما ما يبوع عليها بس يفشل كل مرة. عنده همين اتصال ويا واحد اسمه سو، هذا جاسوس متخفي من 16 سنة، ينصحه يدور شي يحبه حتى يضيع وقته. بس ريو يشوف هالشي غلط لأن يعتبر نفسه جندي ملتزم. بيوم من الأيام يوصل جاسوس ثاني اسمه هي، متخفي كمغني صاعد لنفس المنطقة. ريو ينزعج منه ويخاف لأن هذا ممكن يخليه يخسر مكانته والقيادة ما راح تثق بيه بعد. بعدها بليلة طفل يدق الباب ويطلب مساعدته لأن أخوه اختفى. ريو يتنكر بسرعة ويطلع يدور عليه، وبذكاء يكتشف أن الطفل راح البيت رجال اسمه بارك لأن يريد بسكويت، بس الناس يشوفون ريو وهو متخفي ويتوقعوا أنه هو خاطف الطفل، فيضطر يهرب. وبالنهاية بارك يطلع بطل القصة. بعدين تنتقل القصة لمكان سري، اجتماع بين مسؤولين من كوريا الشمالية والجنوبية يناقشون اغتيالات تصير للاجئين من الشمال. واحد من المسؤولين يعتقد أن الوحدة 5446 ورا الموضوع، ويكتشف أن هاي الوحدة تأسست قبل 16 سنة وصارت تابعة لشخص قوي يستخدمها لمصالحه. يرجع الريو يجيب سو ويقول له انه عائلته انمسكت وهو يحاول يهرب للصين، وانطلب منه يرجع لكوريا الشمالية ويطلب من ريو مسدس حتى ينتحر بكرامته. بنفس الوقت قناص يطلق النار، بس مو على سو، على المسؤول اللي كان بالاجتماع ويموت. ريو يرفض ينطي المسدس ويقول له انه لازم يبقى مخلص للنظام حتى ينقذ اهله. بس داخليا ريو يتألم ويشتاق لأمه، ويكتب رسائل إلها بس ما يقدر يرسلها، يخليها كلها بغرفته. وبليلة من الليالي شاب غريب يدخل عليه ويهدده بالسلاح. ريو فورا يعترف انه هو جاسوس بنفس الوحدة ويأمره يعرف بنفسه. يطلع هو هيجين، واحد ريو بنفسه دربه قبل. بعدها يصير بيناتهم مطاردة قوية بس الشاب يهرب. بعدين ران وهي سكرانة تحكي ريو عن ابنها اللي انولد وهي عمرها 18 سنة، ودته للتنبي بأمريكا وتبكي. ريو أخذها ورجعها للبيت، وبعدين يكتشف أن الشخص اللي كان يراقبه هو هيوجين نفسه. باليوم الثاني يعترف رسميا، ويصير واضح الريو أن وجود أكثر من جاسوس بنفس المنطقة مو صدفة، خصوصا لما يلاحظ أنه سو اختفى وتبدل بشخص ثاني. يصير موقف ران تتعرض للمضايقة من مديرها، وريو يخليه يجين يساعدها حتى يقوي غطاءه. بعدها مشاكل تصير ويا ناس يهددون سونوم، وريو يتدخل بس يضربوه حتى يحافظ على تمثيله. يجين يتدخل بالسر وينقذه. يسوون حفلة والجواسيس الأول مرة يستمتعون بحياتهم الطبيعية ويا الناس، بس فجأة كوريا الشمالية يطلع أمر صادم منها، كل الجواسيس النايمين لازم ينتحرون فورا. هي جين يريد ينفذ الأمر بس بريو يرفض، يحاول يفهم السبب، يصير توتر بيناتهم يوصل لحد التهديد بالسلاح. بالمقابل المخابرات الكورية الجنوبية تعرف الموضوع بس ما تتدخل لأسباب سياسية. الأحداث تصاعد، هيجين يلزم وقائد من كوريا الشمالية يعبر الحدود حتى يقتل كل من يرفض الأمر. ريو قرر يتمرد، يغير شكله، يوقف تمثيل شخصية الغبية. الناس تنصدم بس سونوم تحس كأنها كانت تعرف الحقيقة. قبل لا يروح تطبخ له آخر وجبة، هو ينطر عن عنوان ابنها حتى تشوفه. ريو وجماعته يواجهون العملاء ويحاولون ينقذون هيجين، يكتشفون أن سو مو بريء وكان عنده خطة يخدعهم، ويصير صدام قوي. ريو يكتشف الحقيقة المؤلمة، عائلته احتمال انعدموا من زمان. المعركة تشتعل، إطلاق نار ومطاردات وانفجارات. هيوجين يضحي بنفسه ويقفز ويا العدو ينفجرون سوا. بالنهاية ريول يلقى دفتر من بنك، يكتشف أنه كانت تجمع فلوس حتى تزوجه ومسجلته كابنها. ينهار ويبكي. هيوجين يحاول ينقذه بس ينضرب بالرصاص، وريو يحضنه وهم الاثنين ينصابون، وبالنهاية يقعون سوا. ولهنا نوصل وياكم لنهاية القصة. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. انتظرونا فيديو جديد، قصة جديدة. تحياتي.